أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في الحصاد اليومي نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. نسهل الحصاد بالعناوين. المغاربة يطلقون حملة زيرو غريساج. شاطئ بوزنيقة يرفع اللواء الأزرق للسنة العاشرة على التوالي. شخص يذبح شابا بحيث العثمان بسبب الأقراص المهلوسة. جماهير الرجاء ترفع شعار إرحل في وجه رئيس الفريق سعيد حسبان. بداية الحصاد ستكون من خلال الحملة الفيسبوكية زيرو غريساج التي أطلقها المغاربة في محاولة منهم لضمان الأمن والأمان بعد ارتفاع معدلات الجريمة. لنتابع الروبورتاج. هنا بحي البركة بالبيضاء تتوالى شكايات السكان حول السرقة في واضحة النهار، فهم يعانون من السطو بسلاح الأبيض في غياب الأمن. كنتشكاو بزاف من قلة الأمن أو بمعنى أصح انعدام الأمن. كيتكريساو عندنا هنا الناس في هذا الشارع هذا، وفي هذا عندنا بؤر سوداء، عندنا هذا القنت هذا البلاصه هذه. الناس كيمشيو للطرام وكيجيو كيتكريساو دائما. اليوم في الصباح تكريسات واحد بنت جارنا، بنت رجل امن سابق هنا، تكريسات الدوله تقريبا ما يعادل 3000 درهم حاليا الصباح. عاود كاين هذا المكان هذا البلاصه هذه خطيره حتى هي جهه القواس، كيتدرقوا فيها من 6 الصباح، كيكونوا عينا من عيطنا على البوليس كيجيو فعلا كيديروا اللي عليهم، ولكن خص تعزيزات امنيه كثيره. تعرضت للسرقه هذه مده تقريبا ديال عامين وزياده. تعرضت للسرقه الدوليه زباله ديال الفلوس من القهوه، والدوليه السلعه والكرفسوني، وديكلاريت البوليس. ما يعني جاو البوليس، جاو الشرطه العلميه، ما داروا حتى حاجه. جاو طلاو لي الدنيا هنا بداك الغبره ديالهم، وهنا حكا لي زون برانت كذا، ما كاين حتى حاجه لحد الساعه، ما كاين حتى حاجه. ضعت ويوميا كيتكريساو الناس قدام القهوه ديالي، ما نقدرش نهضر لينا هو راه كيتكريساو يوميا. كاين الكريساج في حي البركه يوميا، كاين الكريساج هنا، الناس كتكرفس، ما كاين لا امن لا مراقبه لا حتى حاجه. بكل صراحه ما كاينش شي حاجه نهائيا. سكان حي البركة يشكون من عصابات مسلحة تهاجم منازلهم وتقطع طريقهم سالبة منهم كل ممتلكاتهم. الدولية 2000 درهم من جيبي صحة، وركبوا على موتور وهربوا. هاد الايام عطاني لاسمو، جا واحد السيد خرج من الحبس راه دخل لي للدار، جا هاز 2 جناوه معاه، جا كيجري يعني الناس من الدار. درنا معاه محاولات تجرينا عليه وعيطنا للبوليس، ما كاين حتى حاجه. كنطالبوا بالامن، فهمتي، كنطالبوا بالامن المكثف، يديروا شي سميتها شي واخا عمق فر صغير ديال الامن ديال رجال الامن على الاقل باش يخوفهم. راه رجال الامن تغلبوا، واخا هكاك راه تغلبوا، لان تغلبوا حيت كاين واحد هنايا تضاريس لا مثيل لها في الدار البيضاء. تضاريس اللي كتعيق سميتو العمل ديال رجال الامن، كتعيق هذاك العمل ديالهم. صافي المنطقه راه الامن منعدم نهائيا في هذه المنطقه هذه. تنطالبوا بتواجد مكثف البوليس، يتواجدوا يتعاود تفتح هذاك البوست ويداروا فيه واحد 4 ولا 5 ديال العناصر بالمطر ديالهم، يكونوا مستمر، يكونوا متواجدين ليل نهار. السكان يطالبون فقط بتوفير الأمن لهم لأن السطو المتكرر يهدد حياتهم. وفي خبر آخر، تم صباح اليوم الأربعاء رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة للسنة العاشرة على التوالي، اعترافا بجودة مياه الشاطئ وكذا بالمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك تحت الرعاية السامية للأميرة لالا حسنة. روبورتاج مريم مالكو، كاميرا عبد اللطيف إكيكر. تحت شعار لنجعل شواطئنا تبتسم، تم رفع صباح اليوم الأربعاء اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة للسنة العاشرة على التوالي، اعترافا بجودة مياه الشاطئ ونظافته والمجهودات المبذولة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا اليوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جد سعيد بالاحتفال بتثبيت اللواء الأزرق للمرة العاشرة على التوالي، بحيث حصلنا عليه منذ سنة 2000، والحمد لله لأنه كما تعرفوا لأنه هذا اللواء الأزرق اللي تعطيه المنظمة الأوروبية للتربية البيئية على الصعيد الدولي، وبلي حنا تنعتبروا ثاني بلد في أفريقيا اللي تنحصلوا على هذا اللواء. والحمد لله 22 شاطئ في المملكة اللي حصلوا على هذا اللواء بفضل المجهودات اللي تتبذلها مؤسسة محمد السادس للتربية البيئية تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي لالا حسنة. بالنسبة للجمالية ديالها، هذا اللواء تعطي بسبب لأنه المصطفين كلهم يبغيو يجيو لهذا الشاطئ. فمثلا من 2002 كان العدد تتراوح ما بين 5000، اليوم اصبح العدد اللي تتجاوز 150,000 بين السبت والاحد.
هذا ويتمثل انخراط المكتب في وضع برنامج متنوع يستجيب لحاجيات المصطافين، وكذا تعزيز البنية التحتية الموجودة التي تشمل مراكز للعلاج وأخرى ذات طابع تربوي وتجهيزات للسلامة والمراقبة. وبهذا الخصوص هذا لانه المكتب الوطني للماء الصالح للكهرباء والماء الصالح للشرب هيئ واحد البرنامج تحسيسي وتوعوي اللي تيتعلق بالشاطئ من جهه وتيتعلق بالساحل، بحيث عندنا خرجات ميدانيه مثلا في الغابه ديال واد الشراط غنخرجوا الاطفال يوم الاثنين المقبل، واللي غادي يستافدوا من شروحات بالنسبه للتنوع البيولوجي اللي تتزخر به المنطقه هذه الغابه هذه، وذلك بشراكه مع لايس في تي النسيج الجمعوي اللي حاضر بقوه في هذا الاقليم هذا. فكل جمعيه والا تتشارك بواحد البرنامج ديالها في هذه الحمله هذه. ويشمل برنامج المكتب أنشطة ذات طابع تربوي وثقافي وفني ورياضي، كما يحظى المشتركين في الأنشطة بجوائز خاصة. كنقوموا بعدة أنشطة ترفيهية، أنشطة رياضية سواء على الرمال أو على الماء. إذا فيما يخص الأنشطة الرياضية اللي كتقام في الماء، عندنا الكاياك، ركوب الموج، السيرف أو الركمجة، ثم القصور الرملية. فيما يخص الأنشطة الرياضية اللي كتقام هنا على الشاطئ، عندنا كرة القدم، الكرة الطائرة، البينج بونغ، كذلك ألعاب بلا حدود، الكرة الطائرة. إذا وما نساوش مركز التربية البيئية اللي هو الأساس في هذه الحملة اللي هي حملة شواطئ نظيفة. وبذلك كنقوموا بعدة أنشطة، ومن خلال هذه الأنشطة كنقوموا بتسليم جوائز متعددة ومختلفة في آخر اليوم. كان شاركنا حنايا 10 ديال المنافسين، درنا دي زيكيب 5-5، وكانت المنافسه شويه شديده بين لي جوار، واستطعنا نفوزوا بالمسابقه. حصلنا على الميداليه الذهبيه، وكنجيو كل عام لهذا الشاطئ بوزنيقه نظيف وزوين، تيجيو ليه بزاف ديال المصطافين. اللواء الأزرق إذا يمنح للشواطئ التي تحترم جودة المياه الاستحمام والتحسيس والتربية على البيئة والوقاية والسلامة، وأخيرا التهيئة والتدبير. وفي خبر الحوادث، اهتز حي سيدي عثمان على وقع جريمة مروعة بطلها شاب كان تحت تأثير المخدرات بذبح شاب من الوريد إلى الوريد في مشهد مروع هز أبناء الحي المذكور. وقامت الشرطة القضائية بإعادة تمثيل فصول هذه الجريمة بعد اعتقال الجاني أمس الثلاثاء. ونختتم بالخبر الرياضي، حيث نظم العشرات من الجماهير الرجوية وقفة احتجاجية أمام معقل الفريق الأخضر ملعب الوزيز لانتقاد السياسة التسييرية للرئيس الجديد سعيد حسبان. ورفعت هذه الجماهير مجموعة من اللافتات طالبة من خلالها حسبان بحل مشاكل الفريق الأخضر أو تقديم استقالته على الفور. كما حملت هذه الجماهير شعار ارحل في وجه حسبان، معتبرة إياه سببا في التدهور الكبير الذي تعرض له النادي بعد جلوسه على كرسي الرئاسة خلفا لمحمد بودريقة. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام الحصاد. دمتم في رعاية الله.